السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخص الذي أمامكم هو رئيس بلدية السبت سابقا، وهو محامي الأستاذ جمال الدين الشاوي، إنسان حارب الفساد ولقى أعداء بزاف في المجال تاعو. اختفى عن الأنظار منذ أسبوع، لا خبر عنه، الهاتف تاعو مغلق، حيث أنه كان على حسب عائلته ذهب للحمام ولم يعد. آخر مكالمة كانت عبر رسالة مع صديقه، حيث بعث له صورة الطريق وهي مثلجة. كانت هذه آخر مكالمة معه. تم العثور على محفظته وربطة عنقه يوم الأربعاء تحت جسر ببلدية بوزيان. عائلته أبلغت الجهات المعنية، ومنشورات متواصلة عبر مواقع السوشيال ميديا تبحث عنها. البارحة تم العثور على سيارة محروقة اشتبه أنها ملك للمحامي. هنا دق ناقوس الخطر، والبلاغ وصل للحماية المدنية. الحماية المدنية الجزائرية وضعت هاشتاغ تحت عملية البحث عن مفقود بولاية اسكيكدا، ووضعت بيان على صفحتها حول انطلاق عملية البحث عن شخص مفقود. تدخلت فرق البحث التابعة للحماية المدنية لولاية سكيكدا، ممثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، والوحدة الثانوية عزابة، والوحدة الثانوية بن عزوز، والوحدة الثانوية سكيكدا، والوحدة الثانوية رمضان جمال، والوحدة الثانوية الحروش، ووحدة قطاع الميناء. المركز المتقدم سكيكدا وسط لأجل عملية شخص مفقود بالمكان المسمى بوطيب بلدية السبت دائرة عزابة. دعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية باتنا، قلمة وعنابة، والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة. العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدا، وبمشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات. تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث. نتمنى أن يجدوا المفقود بحالة جيدة وبصحة جيدة، ويرجع لأهله سالما معافى يا رب.